اهلا بكم يا جماعه. ناس كتير قوي طلبت مني ان انا اعلق على الترندات اللي بتحصل على السوشيال ميديا والاعمال الدراميه. طيب، انا النهارده شايف ان تعليقي على كل ترند هيطلع على السوشيال ميديا هيبقى غلط، لان ما ينفعش ان احنا نعلق على كل حاجه، لانه بيبقى ضرر ساعات مش نفع. مش كل حاجه ينفع نحط عليها سبوت لايت، او مش كل حاجه ينفع نطلعها للنور حتى لو كارثه ولازم تتحل. في حاجات ساعات لازم تتحل في الغرف المغلقه، تمام؟ ومش اي حاجه نرفع موبايلنا ونصور والكلام ده. خلينا الاول نبدا اقول لكم حاجه بسيطه زي الدواء. الدواء النهارده مثلا دواء الصداع، النهارده انت بتاخد دواء الصداع ده، النهارده حضرتك بتاخده بيضيع لك الصداع، بس في نفس الوقت برضو لو كترت منه هيعمل اثار جانبيه. الاثار الجانبيه دي مثلا ممكن تبقى حصوه في الكلى لا قدر الله، حاجات كتير مختلفه. فلازم تستشير طبيب. الطبيب لازم يقول لك الكميه المعينه. الحاجات دي انا مش بقول لكم ان انا الطبيب اللي هرشدكم ازاي تستعملوا السوشيال ميديا او ازاي تاخدوا الاعمال الدراميه، لان احنا بقينا في مهزله النهارده. مثلا بالنسبه للاعمال الدراميه، النهارده الاعمال الدراميه كلها الجمهور هو اللي مختلف. العيب مش في الفنان او العيب في المخرج او العيب في كده، الجمهور هو اللي بقى سلوكياته غريبه، وبقى ان انت تعرف توصل له رساله بقى الموضوع صعب. لازم انك تنزل له او تعمل له حاجات شبهه عشان يقدر ان هو يتشد ويبص عليها، تمام؟ بس خلي بالك ساعات القواضي اللي احنا بناخدها نعرضها بتبقى 25% من المجتمع، وبقية المجتمع ما يعرفش اي حاجة عنها واول مرة يشوفها، بس ممكن تترسخ في دماغه وممكن تعمل مشكلة كبيرة قوي. طيب، النهارده العقل البشري لما بيجي تترسخ في دماغه حاجه، او تيجي حاجه تترسخ في دماغه او تثبت في دماغه، بيبقى اي حاجه ليها شهوه، ليها اثاره، ليها بتعلي الادرينالين في الجسم، او بتبقى حاجه صدمه. الحاجه الصدمه هي اللي بتثبت في المخ. لكن وبيبقى الاحداث كلها مثلا خناقه، ضرب، مش عارف ايه، اكشن بالايد، مش عارف ايه، استعمال سلاح معين. كل ده هو اللي بيترسخ في الدماغ. إيه ازاي حل المشكله بالعنف، ازاي مش عارف. كل ده بيترسخ في الدماغ. لكن الحاجه المفيده اللي هي بتبقى في اخر المسلسل او بتبقى في اخر الحلقه، اللي هي بتبقى الرساله اصلا، ان المخرج والفنان عاملين المسلسل ده كله عشان الرساله دي توصل وعشان تغير او تحل مشكله في المجتمع، ما بتترسخش في دماغ المشاهد. اللي بيترسخ في دماغ المشاهد الاكشن والضرب والحوارات والحكايات. وطبعا في حاجات ترند ظهرت الايام اللي فاتت دي بينت الكلام ده. طيب، انا عاوز اوصل ايه؟ عاوز اوصل اقول ان كل حاجه ليها، كل حاجه ابيض واسود، كل حاجه ليها جانب مظلم وجانب مضيء وبينور وبيوصل توعيه. بس احنا اللي بنستخدم الحاجه غلط، والجمهور وصل لمرحله ان احنا بقينا لازم ما نديلوش اللي هو عاوزه، احنا لازم نفرض عليه الحاجه، لان لو ادينا له اللي هو عاوزه الدنيا بتبوظ. تعالوا مع بعض نشوف كده المواضيع اللي حصلت دي، تمام؟ طيب، الفتاة اللي حصل مشكلة معاها في مواصلات عامة. طيب، أنا عاوز أسألكم سؤال بسيط، تمام؟ هو الفتاة اللي حصل لها المشكلة دي، طيب، أنا عاوز أسأل سؤال: هو الغلط فين؟ الغلط ولا الغلط عند الشاب ولا الغلط عند الفتاة أو البنت؟ طيب، طب الغلط فين؟ الغلط حضرتك دلوقتي، الغلط اللي واقع على البنت هو كالتالي: هي اول حاجه جايه من ثقافه مختلفه، ليها طريقه ستايل لبس معين، بتلبس حاجات معينه، بتلبس طريقه معينه، عندها شويه حريه، مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب، دلوقتي والولد جاي من بيئه برضه ثقافه مختلفه وعامل بسيط، ما او لما بيشوف المنظر ده او الستايل بتاع اللبس ده بيستغرب، تمام؟ طيب، انا بس عاوز اقول حاجه. طيب، هو فين الغلط اللي على البنت؟ الغلط اللي على البنت ان هي الستايل والثقافه بتاعتها فيها حته من الرفاهيه. طيب، الرفاهيه دي انت لازم تدفعي ضريبتها. طب تدفعي ضريبتها ازاي؟ تدفعي ضريبتها انك ما ينفعش ان انت تركبي مواصلات عامه. المواصلات العامه دي للناس كلها، حاجه مشتركه، بيركب فيها جميع الثقافات وجميع الثقافات المختلفه. بس الثقافات اللي طاغيه قوي اللي بتركب المواصلات
هي ناس عندها ثقافات بقيم معينه، بان هو بيبقى متحفظ على حاجات معينه في طريقه اللبس، في مش عارف ايه، ما علينا الى الخ. فهو الولد شاف حاجه غريبه، شاف بنت، مع ان هو بيشوفهم على السوشيال ميديا، يعني بيشوفهم على السوشيال ميديا ويشوفهم هنا وهنا وهنا. طيب الغلط دلوقتي ان البنت اللي عاوزه الستايل ده او اللبس ده، ممكن تركبي اوبر، ممكن تركبي اي، يعني تتنقلي في اي وسيله مواصلات خاصه وتتحملي تكلفتها، لان انت اللي فرضتي على نفسك كده، لان انت اللي قررتي يبقى عندك حريه في مجتمع لسه الحاجات دي بالنسبه له غريبه. طبعا دين، يعني احنا مجتمع شويه، يعني احنا اسلاميين، مصر دوله اسلاميه وليها، يعني مش عاوز اخش في تفاصيل دينيه اكتر. هو طبعا موضوع ان في حد علق وقال لك ده الدين بيتبرأ منك او مش عارف ايه او الكلام ده كله، تمام. طبعا يعني الدين بيتبرأ منك والكلام ده كله، ده طبعا كلام مش مظبوط. مش انت اللي هتحاسب، ربنا هو اللي بيحاسب. بس الغلط فين هنا؟ الغلط ان هي خدت الموقف وعملته ترند، من ولد شاف حاجه غريبه اتصدم فعلق تعليق ساخر. تعليق الساخر ده تحول الى تحرش لفظي. التحرش اللفظي ده اتقلب الى قضيه وحوار وترند، خلى الناس قاعده اسبوع بتتكلم في القيم والاخلاق والدين، وعمل فتن، وناس اتخانقت، وناس تطلع تشتم، وناس تطلع وناس واقفه مع البنت، وناس واقفه مع الولد، والى الخ والخ 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 من حوارات. وقعدنا اسبوع في حوارات بسبب ان البنت عملت تصرف غلط. انت مين قالك ان حقك مش هيجي؟ مين قالك ان انت لو كنت اتعاملتي بالموضوع بهدوء، مش بالشكل العصبي دي، ان حقك مش هيجي؟ لا، كان هيجي. الدوله دي دوله قانون وفي شرطه وفي كل حاجه. لكن الشكل اللي انت عملتيه بالشكل اللي انت دي، انت عالجت الموضوع غلط وتسبب في فتنه في المجتمع، تمام. واول حاجه في شكوك، وخليتي الناس تشك وتقول ايه ده استغلت الموقف. شاب كان بيهزر اتصدم من الستايل والبتاع، اول مره يشوف مواصلات عامه حاجه زي كده لابسه كده. طب ما هي مرفهه، ما تركب وسيله مواصلات، لكن بتركب معانا مواصلات عامه دي بتستفزنا. فالمهم اخذ الموضوع بتهريج بسبب برضو اعمال دراميه معينه، قام جاي سافف. السف ده تحول ان البنت الناس قالت عليها استغلت الموقف وطلعت الموبايل، وده تحرش لفظي وبتاع، والموضوع وصل للقضاء والخ، والولد سابوه. لسه في درجه تانية من الحكم برضو لسه هنسمعها، او درجه ثالثه الله اعلم، مش عارف اما وصلوا لحد فين دلوقتي، تمام. فالبنت الغلط ان هي لازم تشوف هي فين، هتلبس ايه براحتك بحريتك. بس احنا ممكن، يعني ما ينفعش تفرضي على الناس حاجه، وما ينفعش الناس تفرض عليكي حاجه، تمام. بس انت برضو طالعه في مواصلات عامه، تمام. الموضوع تناول غلط، ترند ومش عارف ايه، انت تسببتي في ان انت عملتي مشاكل ما بين الناس وبعضها. اللي يقول لك دي حريه شخصيه، ويقول لك يا عم مش عارف ايه، وربنا هو اللي بيحاسب، وي 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 مش عارف ايه، وده يقول لك الدين متبرأ منك، وده يقول لك يا عم دين انت هتعمل فيها شيخ، روح شوف انت بتعمل ايه، وده يقول له مش عارف. لا 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 لا، عملتوا انقسام في المجتمع، عملتوا مشكله من لا مشكله. والموضوع كان فردي، من موضوع فردي قلب بقى موضوع اجتماعي كبير. نيجي برضو، يعني ده هوس. انا وخليت الناس تقول ان انت استعملتي ده ان انت تعمليه ترند، الله اعلم، وي 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 والى اخره. طيب نيجي لموضوع تاني. لا يا جماعه، السوشيال ميديا اللي احنا المفروض نستعملها في ان احنا نعمل مشاريع ونطور من نفسنا ونعمل حاجات كتير. يعني السوشيال ميديا مفيده جدا، مفيده جدا للعلاقات، بتكبر البيزنس، بتعمل حاجات كتيره قوي يعني. بس احنا بنستعملها غلط. مش اي حاجه نطلع ونصور ونعمل، تمام. يعني موضوع بقى غريب جدا. طيب الموضوع التاني، يعني انا مش عارف، انا ده بسبب الاعمال الدراميه. يعني انتوا عندكم الشاب ده بسبب الاعمال الدراميه، تمام. بصوا
ملبسينه بدله رقص. طبعا انتوا عارفين المشهد ده حصل في مسلسل ايه وازاي وليه ومش عارف ايه والقصه دي كلها. ايه اللي اترسخ هنا؟ اصلا المسلسل ده لو ركزتوا عليه هتلاقي اصلا المسلسل كله كان حلم تقريبا ولا مش عارف ايه. تمام. الناس سابت الرساله اللي في العمل الدرامي، وسابت تعب المخرج وتعب الفنان وكل حاجه، وسابت كل حاجه وسابت كل رسائل اللي اتقالت في العمل الدرامي. تمام. اللي هو المفروض يبقى هادف وبيوعي الناس لقصه معينه او بتحذره من حاجه معينه، لان احنا شفنا يعني ما بقيناش نشوف الحلول، بقينا بنقلد رد الفعل ما بنقلدش الحل. يعني فاهمين انا قصدي ايه؟ اللي هو اترسخ زي ما قلت لكم، بيترسخ في عقول البشر، العقول البشريه بيترسخ فيها الحاجه اللي بيبقى فيها الادرينالين بيزيد شويه. تمام. يعني انا مش عارف ازاي ولد يلبسوه بدله رقص ويعمل بالمنظر ده. ده عقاب؟ ده هبل. مؤاخذه انا اسف، ده قله ادب. فاحنا هنا قدام مشكله. احنا ازاي النهارده لازم السوشيال ميديا نستعملها صح. السوشيال ميديا لازم نستفاد منها. تمام. الاعمال الدراميه برضو احنا بنستفاد منها، ليها رسائل كتير. تمام. فاحنا هنا النهارده المشكله عندنا في الجمهور. طب احنا هنحل ازاي؟ هنحل بان احنا نمنع الجمهور انه يتفرج على اي حاجه فيها اثاره. يعني على سبيل المثال مثلا، ليه المشاهد اللي فيها سكاكين ومطاوي مش عارف ايه تبقى مشاهد بالبوكس ومش بالبوكس وما يبقاش فيه؟ يعني زي مثلا بطل العالم. بطل العالم انا لما شفت المسلسل انا ما شفتش فيه مطوه واحده، ما شفتش فيه سنجه واحده، مع انه كله ضرب واكشن وحوارات وطخ طخ طخ وبوم بوم بوم، بس ما فيش المطاوي والسنج انا عارف ان هي موجوده، بس دي حاجات ما ينفعش ان احنا نظهرها، لان احنا لما بنظهرها بدل ما بنحل المشكله ده احنا بنكبر المشكله. وبقت الشباب كله دلوقتي اي حد يكلم حد ايه وانتوا شايفين الفيديوهات. تمام. وان احنا نصور الناس ونبعتها لوزاره الداخليه ايه كده 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 كده. طب معلش خلي بالك، في ناس برضو بيترسخ في دماغها الفيديو اللي شافه ونسى هو اللي وزاره الداخليه خدته. السلام عليكم. يعني شفت، تخيل وصلت لايه؟ لحتى اللي احنا المفروض ان الناس بتصور واحد ماسك حاجه غلط. يعني هو الهدف ايه؟ النيه ايه؟ ان انا هصور واحد بيتخانق بسلاح فوزاره الداخليه هتيجي تاخده، فالناس هتشوف ان واحد صور واحد فوزاره الداخليه جت شغلت، فالناس لما تشوف كده تبطل تعمل كده او تبطل ان هي تستعمل السلاح. لا، ده بدل ما حصل ان الناس تقل، ده الموضوع زاد والفيديوهات زادت وبقت الناس اللي هو ايه ده، اي حاجه طلع وصور وخلاص. انت هنا حليت مشكله، بس حليت مشكلتك بالترند، حليت مشكلتك بالكاميرا. طب الحل بتاع مشكلتك اللي بالكاميرا او بالترند ده هو ده هيفيد ولا هيضر؟ زمان كان في قعدات عرفيه، كبير عيله، كبير حاره، كبير منطقه، كبير بلد، كبير محافظه، مشاكل بتحل في غرف مغلقه وكل واحد بياخد حقه. تمام. واللي عنده جزاء بيتاخد. وفي حاجه اسمها شرطه، والشرطه ما بتسيبش حق حد. طيب واحد يقول لك اصل احنا لما بنعمل الفيديوهات بيتحركوا، ما بنعملش فيديوهات ما بيتحركوش. ده كلام كده. وهو ده اللي الفيديوهات بسببها، يعني الفيديوهات بقت النهارده بتتعمل. بص وصلتنا لايه؟ وصلتنا اول مشكله ايه؟ اه يا عم ده ما حدش بيعمل حاجه غير لما نصور. كده كده بيتحركوا، ممكن بيتحركوا من غير ما تصور. واولا انت لو صورت بتنزل على السوشيال ميديا ليه؟ ما تبعته خاص، تبعته برايفت، ما تبعته ليه تنزل ليه تنزل على السوشيال ميديا؟ زي ما انا قلت لكم دواء الصداع ممكن يكون بيشيل الصداع بس بيسبب حصاوه في الكلى وبيسبب امراض كتير قوي. تمام. فيا جماعه مش اي حاجه نرفع الموبايل ونصور. يبقى فيه سلبيات تاثر في المجتمع اكتر من ايجابيات. مش كل حاجه نصور، غلط. في حاجه قلت لكم لازم نرجع لايام زمان، كبير عيله، كبير منطقه، كبير حاره، كبير محافظه، يحلوا المشاكل اللي زي دي.
يعني واحد زي الاستاذ ملبسينه بدله راس، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اول حاجه فنانين كتير قوي زعلوا، عارفين زعلوا ليه؟ زعلوا ان الجمهور اترسخ في دماغه القرف ده، وما ترسخش في دماغه اخر حاجه اتقالت. تمام؟ اخر حاجه طلعت في المسلسل. تمام؟ زعل. واستاذ حسن النزاز علق على الفيديو وقال اللي احنا هنجيب حق الولد وده تهريج، من غير ما اعرف نيه استاذ حسن ايه. بس انا عارف ان هو زعلان ان حاجه حصلت، عمل درامي تم. العمل الدرامي اللي تم ده اللي هو كان ليه هدف، والمخرج تعب وممثلين كتير تعبوا عشان يوصلوا رساله معينه، ما وصلتش، وده اللي وصل، بدله رأس. تمام؟ يعني تعب ناس دمها اتحرق بسبب ان هي تعبانه عشان من خلال مسلسل ومن خلال عمل درامي اصلح حاجه في المجتمع، لقيت نفسها انها بوظت حاجه في المجتمع، طلعت يعني منظر زي ده. تمام؟ السوشيال ميديا برضه زعلانين، السوشيال ميديا اللي احنا بنستفاد منها تواصل وعلاقات، قرب الناس ببعض، بنعمل عليها ماركتينج، بنعمل عليها حاجات، بقت بتستعمل كده 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 ونعمل ترند. ناس قالوا ان اول ترند اتكلمت عليه بتاعت الفتاه اللي راكبه في مواصلات عامه. ناس على فكره قالت، انا ما بقولش ده، الناس هي اللي قالت لك ايه، ده البنت ممثله وعاوزه تصعد على القمه، ده الكلام اللي اتقال، انا ما بقولش ده الكلام بقى بيتقال، ما هو اي كلام بقى، ما هو الموضوع والخ وعنعنه عنعنه. فاهم؟ ده البنت ممثله بس مش مشهوره فعاوزه تتشهر، فواحد ضايقها في هي راكبه مواصلات عامه عشان تستفز الناس بقصد، عشان حد يديها تعليق فتمسك فيه فتعمل اللي هي عملته ده. ومين الضحيه؟ الولد. ده راي اتقال في الساحه، هل ده صح هل ده غلط؟ الله اعلم. كل اللي انا ممكن اعلق عليه، احنا مش هنحاسب بعضنا البعض، بس ممكن نراعي شعور الاخرين ونراعي ثقافات الاخرين. حضرتك ممكن الرفاهيه اللي انت فيها دي اركبي اوبر، اركبي اي حاجه خاصه. والناس اللي معاها مشكله مع الشاب اللي عاوز يتجوز بنتهم، الله اعلم عاوز يتجوز بنتهم غصب او البنت هي اللي عاوزه تتجوزه، الله اعلم. مش ده الحل، مش ده حل المشكله. وايه ده؟ ايه ده؟ في كبير عيله، في كبير منطقه، في كبير حاجه. المشكله دي او المشكله دي، على فكره البنت لو كانت خدت الموضوع بهدوء، الناس اللي موجوده في الشارع كانت حلت لها الموضوع وظبطت الواد. لو هو كان هزر وكانت هتخليه في الاخر يقول لها يا نسا انا اسف انا كنت بهزر، بس يعني الموضوع ده كده بعفويه، ويعتذر والموضوع يخلص. بس هي طل كده بتاع وزعيق شتيمه ومش عارف ايه خلت الناس تقلب عليها هي. تمام؟ والناس اللي عاوزين يجيبوا حق، هو ممكن الولد ده يبقى غلطان، بس باللي هم عملوه ده قوموا الدنيا كلها عليهم. حلوه الصح حلوه غلط، سببه ايه؟ سبب اعمال دراميه كانت المفروض تتعمل بهدوء شويه، نشوف الجمهور وصل لفين، نشوف الجمهور بقى بيفكر ازاي، بقى ايه اللي بيمسك في دماغه. انا النهارده اظهار المطاوي والسنج والبتاع ده كتير في المشاهد بقى بيخلي الناس تمسك الحاجات دي. تمام؟ لا، امنعها. اخلي لو انا عاوز اعمل مشهد اكشن باللبكاس، حته عصايه مش عارف ايه، حاجات النهارده مش اصلا مش موجوده في السوق، مش هيعرف يشتريها، زي ايه مثلا؟ زي مسدس، زي مش عارف ايه، دي حاجات هو اصلا كده كده مش عارف يشتريها، مش عارف يوصل لها. فانت لو عملت مشهد برده ناري كده كده ما فيش اصلا الحاجه دي موجوده في السوق، بس المطوه والسنجه والسكينه موجودين في الشارع. فانت لو ظهرتها في الشاشه هتلاقي الناس بتقبل عليها، وعملت بيها مشاهد هتلاقي الناس بتقبل عليها، او بقت دي وسيله دفاع. انت عرضتها موجوده في الشارع ومشكله في الشارع، وبنعرض مشكله عشان ونقول حلها ايه، بس عرضك للمشكله كبرها مش صغرها. فاحنا محتاجين ايه اخر كلامي عشان ما اطولش في الكلام؟
محتاجين يبقى في رقابه على السوشيال ميديا، محتاجين حد يطلع يوعي الناس السوشيال ميديا دي معموله عشان تطلعنا لقدام، نتناقش في مواضيع هامه، نتناقش في اقتصاد، نتناقش في ماركتنج، نتناقش في حاجات، نطرح قضايا ليها تبقى مفيده، لكن مش يبقى بالمنظر ده. نطرح مشاريع، نعمل حاجه كوميك عشان الدنيا بقى دمها تقيل، نعمل حاجه كوميك بتاع مش عارف ايه، برضو بشكل محترم. الاعمال الدراميه محتاجين نشوف الجمهور، محتاجين ندرس الجمهور من جديد، الجمهور اتغير تماما، محتاجين انتوا تدرسوا الجمهور، محتاجين تدرسوا الجمهور من جديد عشان تعرفوا تقدموا له ايه، عشان تخبوا عنه ايه وتقدموا له ايه. ممكن تخبوا عنه حاجه لفتره معينه، بعد كده ترجعوها تاني وترجعوها تاني في الاعمال الدراميه، ما تخافوش. واحد يقول لك هيشوف ان العمل ممل ومش هيتفرج عليه، لما يلاقي ان الساحه كلها بقت كده اتفرج غصب عنه. يعني انا زعلت جدا، الناس علقت على فيلم بيت العيله، مسلسل بيت العيله، بيت بابا قصدي، انا اسف. مسلسل قوي جدا، الناس بيقول لك عليه السيناريو ضعيف. سيناريو ايه يا ابني اللي ضعيف؟ ده في قضايا يا نهار ابيض، لو قعدنا من هنا للصبح. ده عرض 17 قضيه بشكل محترم وبتاع، وحلها ومش حلها مسلسل محترم. يقول لك ده ممل، انت اللي ممل، انت اللي عاوز اي هيصه انت. يعني الجمهور، يعني احنا يا جماعه محتاجين نعيد، محتاجين توعيه، محتاجين حمله توعيه عشان نرجع الجمهور ونفهمه ان الحاجات اللي يعني خلاص كله بقى بيخش في كله. انا يعني انا بقيت مش عارف اقول ايه، مش عارف اصلا ممكن ازاي نبدا نحل المشاكل اللي زي دي. يعني هنعمل ايه يعني؟ هو الفنان بيضطر برضه ان هو ساعات يقول حاجات عشان يشد المشاهد، هي غلط بس بيقولها عشان يشد المشاهد، هيعمل ايه؟ بس في الاخر لو ركزت معاه في الاخر هو مدي رساله ومدي حاجه قويه جدا، مشكله وحلها، عمل درامي كامل عشان يعرفك ان الشخص ده سيء او غلط او ما ينفعش. زي مسلسل الاختيار، الظابط ده وصل لايه والظابط ده وصل لايه، فاهمين انا قصدي ايه؟ لا هو مسلسل الاختيار يعني انا ما اعتقد، الحمد لله ما فيش حاجه، رساله واصله بقوه، تمام، ما كانش فيه اخطاء. على فكره يعني مش عارف، انا معاكم لحد النهايه، عاوزين نعلق على الترندات اللي بتحصل على السوشيال ميديا ماشي، بس انا يعني مش عارف اقول لكم ايه. علق حاضر مفيش اي مشكله، بس في حاجات ما ينفعش ان احنا نعلق عليها لانها بتضر مش بتنفع. وانا شغال على انا ازاي النهارده ببرنامج او يعني بحلقات، ان انا ازاي ممكن اصلح في فكر المجتمع او العقل البشري ازاي بيستقبل الحاجه دي. ممكن نفتح مواضيع كتير ونتكلم عشان نحاول نعمل حاجه لقدام. هو ده اللي انا ممكن اقول لكم عليه، هو ده اللي انا ممكن اشتغل عليه، ان انا اساعد في تحسين سلوكيات المجتمع واطلع ايه الوحش وايه الحلو. بس هو ده اللي انا ممكن اعمله. وحاضر هعلق، بس يعني اعذروني لو كنت بجيب عليكم فترات طويله، واستنوني في فيديو تاني هوريكم ازاي السوشيال ميديا ناس بتستعملها صح وناس بتستعملها غلط، في مثل بسيط في اعمال عامه، يعني موضوع يخص صرف صحي حاجات زي كده. هوريكم في مدينه معينه الله عرضت مشكله بشكل معين، وفي قريه صغيره عرضت مشكله بشكل معين، بس ده استعمل السوشيال ميديا صح وده استعمل السوشيال ميديا غلط، وعمل برضو بلبله كده واي حاجه وخلاص، مع ان الدوله شغاله والدنيا شغاله وكل حاجه. في حلقه تانية هقول لكم ازاي السوشيال ميديا واحد استعملها غلط واحد استعملها صح، اديكم مثل حلو ان شاء الله. شكرا، اراكم مره اخرى.